أحييكم من تل أبيب كما تشاهدون من خلفي بعد الهجمات الإيرانية العدوانية على الو. ايوه محسن. بقول لك ايه، عايز منك علبة بامبر. لا مش للاطفال، لا لا لا، هي للكبار يا محسن. اي. ايه؟ لا لا مش هينفع بكرة. ايه؟ لا 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 مش هينفع، لا لا لا، الامر مستعجل والدنيا بايظة. فاهم انت بقى. هي مش للاطفال يا محسن، للكبار يا حبيبي. اي. ايه؟ ايوه دايما معاك، ايوه. ضروري يا محسن، مستنيك انا دلوقتي. خليهم علبة ولا اقول لك؟ لا لا خليهم كرتونة عشان الامر كبير شوية. ماشي؟ سلام. محسن هات كرتونة يا حبيبي. نص نقل يا حبيبي، نص نقل. لا مش هينفع كرتون، لا لا لا، الامر طلع عن السيطرة ودلوقتي الله يخليك. امر كبير، يعني كبير خالص الموضوع، يعني عشان نعرف نلم انا وانت بصراحة. بسرعة. سلام. في ابنك المسروع انت وهو ضربونا يا ابوها. ضربوكوا؟ تستحمل يا حبيبي. مين اللي عمل فيكم كده يا؟ ما تنسى يا مين اللي عمل فيكم كده؟ اسماعيل يا حبيبي. ده القوارب قامت والانصاص قامت يا عم الحاج. ولاد ابو اسماعيل اللي ما عمرنا سمعنا عن ولاد ابو اسماعيل دول حتى بطبق اليوم. اسمعني يا قدام وقول لهم ان هم يفتحوا التراب بتاعتهم. بوحه الصباح جايه لهم يا في ابنك المسروع انت وهو ضربونا يا ابوها. ضربوكوا؟ مين اللي عمل فيكم كده يا؟ ما تنسى يا مين اللي عمل فيكم كده يا؟ ولاد ابو اسماعيل. ده القوالب قامت والانصاص قامت يا عم الحاج. ولاد ابو اسماعيل اللي ما عمرنا سمعنا عن ولاد ابو اسماعيل دول حتى بطبق اليوم. اسمعني يا قدامي وقول لهم ان هم يفتحوا التراب بتاعتهم. بوحه الصباح جايه لهم يا. صبح صبح يا عم الحاج. محدش معاه 500 جنيه سلف او 1500 يعني 1500 ومش هرده يعمل فيها محضر والاخر القانون يحمي المغفلين. عامة يعني اللي بيحبني وعايز يخدمني اديني 500 وانا وربنا ما هرجعه. يلا شوفوا نفسكم كده، واللي بيحب يعمل خير يرن. من ساعة ما عرفتك والدنيا واقفة يا أخي، ما تروح لحالك واروح لحالي، يمكن ربنا يكرمك وربنا يكرمني. أنا عايز أسألك سؤال. اسأل سؤال يا مرسي. يعني أنا وأنت بنكمل بعض؟ طبعا. شوف يا مرسي، أنا المخ وأنت العضلات. صح. يعني لو نختلف أنا وأنت أبقى أنا ضعيف وأنت حمار. الاتنين حمير. هات موبايلك 012. هات موبايلك التاني 010. الموبايل اللي في ايدك. اتفضل اتفضل. محبوس خميس وجمعة زيادة. يا ساتر، خميس وجمعة خميس، نفسي مرة اتحبس 3 و4. بره. كان يوم اسود يوم ما خلفتك. حصل. كان يوم نايب 600 ليلة عليك وعلى اللي في البيت. كلامك مظبوط. وشك يقطع الخميرة من البيت. من زمان. جاتك نصيبة وانت شبهي. الاتنين يلا. دي أشكال تخلفوها؟ طب تصدق بيه يا ابني؟ أمه قعدت تخلف فيه جمعة. مين؟ انت فين يا ابني؟ ما بتردش ليه على التليفون؟ موت يا فخري. طيب خليك مكانك واحنا هنتصرف. اوصف لي المكان اللي انت فيه. خير، اللهم اجعله خير. انا في مكان واسع وكله ابيض في ابيض، وقال ايه نص تحتاني مش لاقيه يا فخري. ما تقلقش يا نادر، احنا هنتصرف لانك لازم تطلع على الضفه فورا. اعمل ايه في الضفه؟ المراسل بتاعنا اللي هناك جت عليه قذيفه ومات، وانا هديلك الفرصه دي. هم السابقون ونحن اللاحقون. استاذ فخري. طياره طياره، دي حاجه نازله يا حبيبي. بس عايز اسالك سؤال مهم خاص بالموضوع ده. اسال يا اخوي. سؤال لولبي يعني. ما تسال يا السؤال بيقول علل. مين؟ علل ايه؟ علل يعني افطن. طيب قول. هل محلات الجزاره دي بتبيع لحمه؟ يا نهار اسود. ابوي كنت عاوز اطلب منك طلب. لا. احنا قاعدين كتير ما رحناش. قلت لك لا. أنت طلبت طلب بمنتهى السماجة، وأنا قلت لا بمنتهى الأريحية. وانا ما اهتمتش بمنتهى اللامبالاه. وأنا أديك بالجذبة بمنتهى اللذة. انت مكانك مش هنا. ايوه. امال فين؟ فوق. اللي يطلع فوق. فين؟
فوق مع او ينزل تحت. وانتوا هتقعدوا هنا تحت وانا هطلع فوق لوحدي. ايوه. طب ما تطلعوا انتوا فوق وانا استناكوا هنا تحت. ايه يا حجازي، يعني ما قطعتش نفسك عليا ولا دمك سال عشان خاطري؟ ما شفتش سنتي شهامه. فين يا حبيبي؟ معلش اصل انا خجول شويه في الحاجات دي. انت ايه؟ خجول. كده منجي. احيه. انا انتهيت يا جدع ما تقولش كده. بيتي اتخرب، فداك. سبت وظيفتي يا جدع ولا يهمك. عربيتي اتدمرت، المهم الصحة. بقيت في النار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمه منى الحمد بعد اذنك. ابوك ايه؟ منى الحمد. منى الحمد. اسمها ايه؟ سميرة عبد السلام. ايه يا عم؟ ايه يا عم ده؟ هي مين دي اللي اسمها سامي؟ مدام سميرة سيد عبد السلام. وانا هطلع لها بطاقه نوعها ايه؟ انثى. اطلع بره يلا. اطلع بره يا ناقصه. على فكرة هي سامية قدامك. ايوه دي سامية. يا محسن دلوقتي سامية حامل ومش عارفين نعمل ايه. قعد عنك نكشت واحد، والواحد ده كان يا دوبك ما صدق نزل فيها ضرب صقولي. يعني تحجز اوضه يعني عشان حامل؟ شوض لا. امال ايه؟ ايه؟ دور مستشفى؟ تقول ايه؟ الشبكة بتقطع مالها؟ مش دور. ايه؟ مجمع مستشفيات عشان حصل فيها؟ طب خلاص هخليها اقول لها. انت حلك الوحيد انك تحجز في مجمع يا ماما. مستشفى ولا حامل ولا منع حامل. لا ده مجال محسن كده. طلع الصبح. ايه الهبل ده؟ مش اصول تعمل كده في البيت، والبيت فيه حريم يا كبير. البيت بيتك والحريم حريمك يا كبير. انت حماري؟ ايوه انا حماري يا باربا رجلين؟ ايوه هو. ازاي ده؟ اصل الحكايه ان كنت بني ادم وسكرت مره وضربت امي، قامت دعت عليا، قام ربنا سخط لي حمار 3 سنين. وبعدين؟ وخلاص بعدين النهارده اخر 3 سنين. لا حول الله. ما انت كنت بني ادم. ايوه. طيب قول لي بقى، علشان اول امبارح رفستني في بطني من غير ما نعمل لك حاجه؟ عشان كنت بتضربني. ابدا. انا كنت بنحبك وتملي نطبطب عليك، وبالاماره كنت بنضرب الولد السبع علشانك، وتملي نحط لك البرسيم والتريس وبستك وناخدك نمرقك في التراب. يخونك يا مؤذي. معلش حقك عليا سامحني. طب مش تعتقني بقى عشان اروح لامي ابوس ايدها عشان تسامحني هي كمان؟ عايزك تسمع كلامي. اتفضل يا اخويا سمعني، نكمل شغل سوا. لا شغل ايه؟ مش انا خلاص تبت وربنا تبت وطالع اعمل عمره اول الشهر. ما تعالى وصلني عشان ادعي لك. تعالى على بختي وبختك يابا. عشتني بيه وغدر بيا. ايه عمل لك ايه؟ وسابني يابا. مسألة بس انت حرامي. يعني انت اللي عيد قوي يا اخويا. مش حرامي حسونا زيك، انا نصاب. انا اصب على زبون 50 جنيه في 100 جنيه، ولو لقيته هينضر ما اصبش. لكن انت بتمص دم الناس، بتسرقهم في عافيتهم وصحتهم وقوتهم. لا انا ما احبش كلام الشيوعيين ده. طب اجيب لي ضغط والله. انا هزعل منك. من ساعة ما عرفتك والدنيا واقفة. حصل. يا أخي ما تروح لحالك واروح لحالي، يمكن ربنا يكرمك وربنا يكرمني. انا مره مسكت السلك يا ريان. يا نهار اسود. وما كهربتش. ازاي؟ قلعت ملط ومسكت السلك. انت اللي كنت عريان مش السلك. ايوه. لا ما انت هتتكهرب ليه؟ انت اللي عريان. انت بقى لو حد مسكك هو يتكهرب بقى. ايوه بس انا ما بتكهربش من اي سلك خالص. مره مسكت برضو سلك المواعين وما اتكهربتش. وانت عريان برضه؟ وانا عريان. انت بتقعد بقى عريان كتير في البيت. امال بيقولوا عليك ان انت متخصص تشكيل عصابات دوليه. يا باشا انا راجل ليا كلمتي في السوق وليا فلوس، ممكن يبقى ليا اعداء يقولوا عليا اي حاجه. اول عصابه شكلتها كانت سنه كام؟ والله يا باشا مش فاكر، ده كلام قديم، بس تقريبا اول عصابه شكلتها يا تانية اعدادي يا تالتة اعدادي، في الرينج ده. زمان كنت مجرم يا حبيبي. حاجه لله. معيش. طب اديني شويه من البيبسي اللي معاك. مش بتاعتي لوحدي، انا ليا نصها بس. طب اديني من النص بتاعك. النص بتاع اللي تحت. الله يخرب بيتك. هنعمل ايه دلوقتي واحنا في عرض البحر؟ خليك مؤمن، عرض البحر ايه؟ احنا في عرض ربنا. انت مش غرقتني. انا عبيط وحمار ومغفل. حد يمشي ورا واحد اسمه بكتيريا. بكتيريا جربان معفن، لا بودره نافعه ولا مرهم نافع. نمشي وراك بايه؟ بانتي بايوتيك. الله الله. مستطيل من يومنا والله ودماغنا ميسه. الجوز هتفرجع في وشك. لاكش يا في حجاره مغمسه
يا حجر طول شوية عالقعدة الحلوة دي، يا حجر طول شوية عالقعدة الحلوة دي، ده الظابط علينا كان. البت حنان بنت الحاج حسين تخصني. نقول كمان حنان بنت الحاج حسين ما تخصك يا تخصني. حبيبي. اي ذكر خدها يلا. يتشقلب يتدحرج ولا ربنا ياخدكم انتوا الاثنين ونخلص. هقطع وشه. امين اللهم بلغت. هقعد شهر يمكن اكتر. حلو. لسه بفكر. تمام. هقعد سنة يمكن اكتر. لسه بفكر. يا رب توصل بسرعة. هقعد سنتين يمكن اكتر. لسه بفكر. انجز فكر. هتقعد اكتر. لسه بفكر. الوالد بقى كانت صنعته ايه؟ طواحين. طواحيني؟ كان يدب الطفاشه باجدعها خزنه تدوب في ايده زي حته الحلاوه السمسميه. يعني انت ما شاء حرام. الله. واخويا الوسطاني بقى اسماعيل بوند. اسم الله عليه. ده بقى كان من غير مؤاخذه ملقاط. ملقاط؟ ملقاط يعني ايه؟ يعني نشال بلغات كنتوا يا زبايننا خشانه كروديان. ونعم. عارفين اكتر حاجه عجبتني في مصر ايه؟ اهرامات الجيزه يا ريس. لا، كشري ابو طارق. المصريين دول عليهم حاجات. اول ما اكلت معلقه من عند كشري ابو طارق، من اول معلقه لقيت نفسي بتكلم عربي على طول. عقبال ما خلصت طبق الكشري كنت خدت الجنسيه المصريه. سبحان الله. احلى مصر طبق ام طبعا الدنيا. ابو طارق. جاي السجن يبقى عامل زي الصاروخ يا عيني. انت فاهم انك جاي التكيه بتاعت المرحوم. انت جاي هنا تتسجن. عارف ليه؟ انت عالة على المجتمع. انت حسالة حصل. حشرة تداس بالجزمة القديمة. ايوه فاهم يالا؟ حصل. انا انت عارف السجن كويس؟ لسه ما صفقتش المكان. تقول ايه يالا؟ فكر على المكان. لسه ما صفقتش المكان. انت عارف يالا التواليتات بتاعت السجن؟ التواليتات دي الكباريه. الكابينيه في حد ما يعرفش الكابينيه. عاوزك تمسح لي كل كابينات السجن كابينيه. بعد كده تلم هدوم المساجين كلهم وتقعد تغسلهم. ده حسالة حشرة تداس بالجزمة القديمة. دي جت معاك كده حظ. هو انت لو فرح كنت قعدت في الحدود 7 سنين وما اتخرجتش؟ باكد على اللي بتعلمه. مش احسن منك يا ابن الجهله. اتلم يا فرح بدل ما اعمل معاك التجيله. التجيله دي تعملها في الكبانيه. اتلم يا عليا النعمه من نعمه ربي. اكلك بالبوكس في قفصك الصدري. اطير العصافير اللي فيه واضحك عليك البلد كلات. ما تقول له حاجه. عامل لي فيلا وانت كرتله يا ايه. عمك جه ياض يا ملزق منك له. ملزق. سيبوني في حالي. ايه ده ماله الواد ده؟ عاوز الدندو. ايه ده انت لسه ما اتفطمتش؟ امال هتبقى راجل ازاي طول ما انت شابط لي في الدندو؟ شابط لي في الدندو. امال هكبر ازاي؟ تكبر ازاي؟ طب ما انت هتشرب لبن برضه، ايه المشكله؟ شوف يا شيخ حسن، احنا هنسرق بنك. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. حد الله ما بينه وبين الحرام يا ناجي باشا. احنا هنسرق بنك في اسرائيل. وان ينصركم الله فلا غالب لكم. لنقرا الفاتحه. الفلوس اللي معايا يا اما يا دوب تكفي هديه لرحاب. بقى بتبدل الحته بتاعتك عليا. امك ولا رحاب يا طه؟ ازاي يا امي تسالي سؤال زي ده؟ طبعا. رحاب طبعا. معاك فلوس؟ سرقوهم في البسطه. طب اسمع بقى يا اخويا، انا هدي لك 20 بطيخه سلف وحقهم امانه في رقبتي. طز في رقبتك. انت عارف البطيخه ثمنها كام؟ 8 ساغ. يبقوا ال 20 بكام؟ 160 قرش. مش تمام يا اخويا؟ تمام. انت هتبيع بخساره ولا بمكسب؟ بمكسب طبعا. الرسمال كله اصله رسمال مين؟ رسمال انا. يبقى لما اخد منك 40 قرش كمان كتير؟ مش كتير. يعني انا عايز منك 2 جنيه. تمام يا اخويا؟ تمام. فوق ال 2 جنيه دول هاخد منك نص المكسب كمان. ابقى ظلمتك؟ ما ظلمتكش ابدا. تمام يا اخويا؟ تمام. لو انت بقى بعت البطيخه بجنيه مثلا. جنيه؟ انا بقول لك مثلا، يعني مثلا تبقى بط في ايدك كام؟ 20 جنيه. تمام يا اخويا؟ شغلك على الناس. طلع من 20 دول ال 2 جنيه بتوعي اللي اتفقنا عليهم. يفضل في ايدك كام؟
18 جنيه نقسمهم بالنص، انت 9 جنيه وانا 9 جنيه. تمام يا اخوي؟ بس صدقني بقى الكار ده مش كارك، ولازم كل واحد فينا يروح لحاله. انا عايز اخد فرصتي كامله. مين فينا اتولد حرامي يا ناس؟ زمان انا حبيت السرقه. حد يعرف حرامي زي ده ويفرط فيه؟ انت عاوز مني ايه يا انت؟ شردتني في محل اكل عيشي. حرام عليك بقى، انت لو عندك عيل في سن كده وعلى وش جواز تسيبه من غير ما يسرق سرقتين يسند بيهم نفسه. انا يا اخويا ما بخلفش، وبعد ما شفتك ماليش نفسي اخلف. اقول لك على نصيحه يا عروسه. قول لي. عايز الكبير ده ما يطلعش من البيت واصل ويفضل لابد لك فيها 24 ساعه وما يبصش بره. نفسي املي له البيت نسوان. في 2. عايز ايه تاني الكبير غير كده؟ طيب ونكون هنا خلصنا الحلقة. انا بس ما اتكلمتش كتير بصراحة عشان الفيديو ده حاجة كده ماشي الحال. بقول لك ايه، لو انت عجبك الفيديو النهاردة او عجبك المحتوى ده اضغط لايك واشتراك، واشوفكم في فيديو قريب. سلام.